أثناء دراستي الجامعية شرفت بزيارة ليبيا، بلد جميل. زرت العاصمة طرابلس. هناك الشعب الليبي بأي مكان عندهم منطقة، يعني ما يعترفوش إن طرابلس العاصمة، يعني العملية بسيطة. الأسعار رخيصة، شعب ودود وكويس، وكانت عندهم العملة الورقية، عندهم أفتكر كويس عملة ورقية حجمها كبير، وكانت عليها عفوا صورة المناضل الكبير عمر المختار. عمر المختار صاحب مقولة: إذا كسر المدفع سيفي فلن يكسر الباطل حقي. النهاردة عندنا خبر من ليبيا الشقيقة، والفترة اللي زرت فيها شرفت فيها بزيارة ليبيا كانت أثناء حكم معمر القذافي. النهاردة توارد لينا خبر وفاة سيف الإسلام ابن معمر القذافي، إن الموضوع حصل امبارح. طبعا كلنا هنقابل ربنا لكن حديثنا النهاردة عن الطريقة اللي تم بيها اغتيال سيف الإسلام. سيف الإسلام كان متواجد في منطقة تسمى الزنتان. الزنتان دي جنوب غرب ليبيا. يقال إن هو وسط قبيلته أو عشيرته مشكلين له بعض الحماية، لأنه هو مدان في بعض القضايا. امبارح انتشر خبر إن سيف الإسلام رحل، ولكن الطريقة اللي رحل بها هي دي أمر مؤسف. يقال حسب ما اتنشر إن 4 دخلوا إلى حديقة منزله أو ساحة منزله، وحصل اشتباك أدى إلى رحيل سيف الإسلام ابن معمر القذافي. فكرة الاغتيالات دي، أنا كشخصيا أرفض فكرة الاغتيالات دي ورحيله. فيه ناس طبعا زعلانة عليه، وفيه ناس موقفها عادي، لكن هذا أمر مؤسف، وده اللي حصل مع سيف الإسلام امبارح. يقال إن الحادثة دي حضراتكم حصلت بعد الظهر تقريبا، إن تم تعطيل الكاميرات في المكان الإقامة اللي فيه، وتسللوا 4 إلى مكانه، وحصل اشتباك أدى إلى وفاة ورحيل سيف الإسلام ابن معمر القذافي. كلنا هنقابل ربنا، لكن الأمر المحزن والمؤسف الطريقة التي رحل بها سيف الإسلام. طبعا فيه بعض الناس بتشير إلى حد معين، احنا ما نقدرش نجزم، ولأن معلوماتنا مش كافية ولا نتهم حد، لكن الخبر المؤكد إن سيف الإسلام ابن معمر القذافي قد رحل عن دنيانا عن طريق 4 دخلوا إلى ساحة منزله في جنوب غرب ليبيا في منطقة الزنتان، وأثناء اشتباك بالأيار النارية أدت إلى وفاته. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.